كلود كلود كلود. انا متاكد انك اليومين دول ما بتسمعش على السوشيال ميديا غير كلود. طب ايه هو كلود اصلا، وهل فعلا يستحق كل ده؟ في فيديو النهارده، وده الفيديو الاول من 4 فيديوهات هعرفك فيهم كل حاجه عن كلود ببساطه. والنهارده هقول لك هو ايه كلود ده اصلا، وتقدر تستخدمه في ايه، وايه اهم اعدادات لازم تعملها قبل ما تبدا تستخدمه. كلود ببساطه هو اي اسيستنت، اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي اللي معموله علشان تساعدنا، وهو تابع لشركه اسمها انثروبيك، ويعتبر من اقوى ادوات الذكاء الاصطناعي اللي موجوده حاليا، وخصوصا في الكتابه وفي البرمجه وفي التصميم وفي التحليل وحاجات كتير قوي الصراحه. يعني نقدر نقول اننا ممكن نستخدمه في كل حاجه، ولكن علشان نستخدمه صح في كام حاجه كده محتاجين نظبطهم الاول. اول حاجه لازم نفعل الذاكره بتاعته. تفعيل الميموري هيخليه يفهمك ويعرف انت مين وبتعمل ايه بالظبط والدنيا ماشيه معاك ازاي، وهيعرف يساعدك صح، وده عن طريق سيتنجز وبعدين كابابيلتيز، ومنها هتلاقيها اول اختيار مجرد ان انت تفعل. تاني حاجه لازم تقول له انت مين، شغلك ايه، وهتستخدمه في ايه، واسلوبك ايه، وعايز اسلوب رده يبقى ازاي، وده هتلاقيه في السيتنجز، وبعدين جنرال، وبعدين انستراكشنز فور كلود، وهناك اكتب له كل حاجه. والنصيحه اللي دايما بنقولها، شغلك خليه دايما في بروجكتس. اعمل بروجكت لكل حاجه انت محتاج تعملها معاه. اعمل بروجكت للمحتوى، للشغل، للدراسه، ولكل حاجه، وجوه كل بروجكت اعمل كل اللي نفسك فيه، وساعتها كلود هيشتغل معاك بشكل اذكى بكتير. احفظ بقى الفيديو ده علشان انت هتحتاجه، وما تنساش الفيديو اللي جاي هقول لك بقى ازاي تستخدم كلود صح، وهعرفك ايه هي النماذج بتاعته واشتراكاته، وايه موضوع التوكنز اللي هو بيقولوا عليه الليميت. ولايك وفولو لو عايز تعرف كل حاجه عن الاي اي.